السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى اقول لكم هنعمل ايه في حالة العطل المفاجئ في عربيتك او في حالة حادث فردي على طريق عادي او على طريق سريع. معنى حادث فردي ان انت خبطت في حاجة ذنبك، انت خبطت في شجرة، خبطت في حاجز طريق سريع، عملت حركة كده مفاجأة مثلا وخبطت في جانب الطريق، ايا كان. يعني في شوية اجراءات كده هتعملها وانت في اوروبا تمشي عليها بالظبط في 10 خطوات هقولهم لك دلوقتي. هو ده الطريق الصحيح اللي انت تمشي عليه عشان تضمن حقك وما يضحكش عليك وتاخد كل حقوقك المنصوص عليها بالقانون. هقولهم بسرعه كده لان ممكن تكون انت عملت حادثه دلوقتي وبتتفرج على الفيديو، فاقولهم لك بسرعه 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 في 10 نقط، فما تروحش بعيد. طبعا بعد ما تتاكد ان انت كويس الحمد لله ومفيش حاجه حصلت ليك وللركاب اللي معاك وعيلتك وكلكم تمام، صحتكم كويسه ان شاء الله، مفيش اي حاجه، ربنا يبعد عنكم الحوادث يا رب الفرديه او الاعطال المفاجاه. تمام، اتاكدت. اول حاجه هتعملها تاكد ان انت في الطريق سواء طريق عادي او طريق سريع ان انت تركن على الجنب. لو انت في طريق عادي اركن على الجنب، لو انت في طريق سريع هتخش فيه حاره الطوارئ او الهارد شولدر زي ما بيسموها بالانجلش، هارد شولدر بالالماني، تركن فيها على جنب وتقف هناك وتشغل الانتظار. تاني خطوه بعد ما شغلت الانتظار فورا انزل من عربيتك، افتح الشنطه، البس الفيست الاصفر اللميع الفوسفوري خاصة لو بالليل، وطلع المثلث بتاعك، المثلث الموجود عندك في الشنطة بنص القانون في كل العربيات في الدنيا موجودة فيها، وحط المثلث ده لو انت مثلا على طريق سريع بتحطه على بعد 100 متر من العربية، افرده وحطه عشان تضمن ان الناس كلها جاية على السرعات العالية ايا كان السرعات فهو شايفك. هو كده كده محدش بيخش في حالة الطوارئ بس لازم تحطه عشان ده فعلا امان ليك. ثالث خطوة لو انت على الطريق السريع الركاب اللي معاك كلهم لو معكش فيست ليهم الاصفر ده نفس اللي انت لابسه، يبقى هتعمل ايه؟ هتاخدهم كلهم وتطلعهم على بره الحاجز الحديدي او الاسمنتي بتاع الطريق السريع، لازم يتعدوا طبعا. ده لو موجود، لو مش موجود، لو مثلا في حواجز كبيره ولا اي حاجه يبقى خليهم على جنب الطريق على قد ما تقدر، خاصه ان هم مش لابسين فيستات. ولو مش لابسين فيستات ما تخليهمش يتحركوا من جنب العربيه خالص، بس اهم حاجه ان هم تطلعهم من العربيه ما تسيبهمش جوه العربيه. ده الطريق الصحيح عشان تضمن امانتك وامانه الاطفال او عائلتك او الركاب اللي معاك. نمره 4 قيم الحادث بتاعك، شوف اللي حصل لك ايه. انفجرت مثلا الاطار بتاعك، انفجر، خبطت في شجره، اللي حصل لك مثلا انك الزيت بتاعك ما كانش مظبوط، سير الكتينه اتقطع، ايا كان انواع الحوادث اللي ممكن تحصل لك كلها او انواع الاعطال المفاجئه اللي ممكن تحصل لك قيمها وصورها. 5 لو انت عملت حادثه، يعني لو انت خبطت مثلا قلت في حاجز اسمنتي او خبطت في شجره، الحاجز الحديدي او ايا كان، انت مثلا عملت دريفت جامد شويه وخبطت في حاجه، ايا كان، بعد ما تقيم الحادث لازم تروح مكلم البوليس تقول لهم لو سمحتم انا عملت حادث فلاني. هقول لكم ليه كمان شويه. البوليس لازم تكلمه وتعمل تقرير بالحادثه عشان يجي هو يشوفك ويشوف الحادثه دي ويقيمها ويعمل بيها محضر. 6 لو في حاله ان انت بس عطل بس تمام، مفيش اي حادثه، ما خبطتش اي حاجه، ما دمرتش اي ممتلكات عامه او ممتلكات خاصه او ايا كان، خلاص انت مش محتاج تتصل بالبوليس، كل اللي هتعمله انك تتصل بخدمه الانقاذ السريع. طبعا اوصيك ولازم لو انت في اوروبا تبقى مشترك في خدمات الانقاذ السريع اللي موجوده في اوروبا، في شركات كتير جدا بيعملوها، بياخدوا منك ممكن 50 يورو في السنه ولا حاجه، ودي لازم تعملها. في شركات كتير طبعا، هو في المانيا مثلا شركه اسمها الاي دي اي سي او الادي اتسي بالالماني، دول تشترك معاهم، معاك نمرتهم، معاك رقم، اول ما بتحصل حادثه بتكلمهم تقول لهم انا عملت حاجه الفلانيه، وبتقول لهم انت فين تقريبا على الطريق السريع او الطريق العادي، هم بيبعتوا لك على طول عربيه بونش بسيرفيس ويشوفوا هم يقدروا يعملوا ايه. 7 طيب انت اتصلت بخدمه الانقاذ السريع، اللي بيعملوه خدمه الانقاذ السريع هو بيجي لك، لو انت طبعا مش مشترك على فكره زي ما قلتش المعلومه دي، هيكلفك على الاقل 150 يورو عشان مجرد بس انه يجي ياخدك ويوديك للميكانيكي. طيب في الحاله بقى دي الميكانيكي اللي انت هتروحه، هو خدمه الانقاذ السريع ليها حق انها توديك في دايره قطرها 20 كيلومتر فقط مش اكتر. يعني لو انت جاي من السفر مثلا من باريس مثلا ورايح برلين وانت في نص المانيا مثلا وعطلت مثلا في غرب المانيا، لا وانت مثلا عايز تروح برلين، لا عمره ما هيوديك لبرلين، هو هيوديك لاي ميكانيكي في قطر 20 متر. فانت في الحاله دي لو انت موجود ومعاك نت في الحته اللي انت فيها دي، فكل اللي هتعمله انك تعمل سيرش على اقرب ميكانيكي، يعني بسرعه تلحق بسرعه تعمل سيرش وتقول لهم انا عايز اروح للميكانيكي الفلاني ده، لانك لو ما عملتش كده هو من نفسه هياخدك لاقرب ميكانيكي هو هيختاره، هو عارفه او متسجل معاه، وهيسيب لك العربيه هناك ويقول لك شكرا انا عملت اللي عليا. طبعا في حاله ان هو العطل حاجه بسيطه مثلا كاوتش انفجر وانت معاك ستبن، فهو خلاص خدمه الانقاذ السريع اللي انت مشترك معاه هم بيغيروا لك الستبن بتاعك وبيغيروا لك العجله بتاعتك، لو اي حاجه بسيطه ممكن يصلحها لك. سير الكتينه اتقطع، لا مش يصلحه طبعا، انت بتضطر ان هو يوديك لميكانيكي. لو حاجه اعطال صغيره هو خدمه الانقاذ دي معاهم عده ان هو ممكن ينقذك وممكن يصلح لك العربيه بتاعتك دي. 8 طيب في حاله ان انت مثلا كلمت البوليس وان انت خبطت شجره مثلا، فالبوليس لما بيجي بتقول له انا عملت كذا كذا كذا، طبعا دي غلطتي 100%، انا خبطت شجره او خبطت حاجز حديدي ولا ايا كان، فبيقول لك خلاص اوكي انت عملت كذا 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 كذا، بيكتبها في المحضر. طبعا بيكلف لك التكلفه اللي انت ان هو جالك طبعا بسبب ذنبك انت، فانت بيكتب لك محضر وبيدفعك حاجه وقتيه ممكن 30 40 دولار 50 دولار حسب انت فين وحسب بعده من المكان بتاعك، على اساسها بيحسب التكلفه
دي، ويبقى معاك محضر ده اللي هتروح بيه بعد كده في التامين، واللي بعد كده لو انت خبطت ممتلكات خاصه او حكومه هيجي لك فاتوره بالاصلاح بالحاجه اللي انت خبطتها دي. زي ما قلت المحضر ده مهم لايه؟ المهم لو انت معاك تامين شامل للعربيه بتاعتك فانت متغطي خلاص، جات لك فاتوره ب 1000 ب 20000 ب 30000 فانت متغطي لان انت معاك تامين شامل. لو معاك تامين جزئي فالتامين الجزئي ده بس ضد الغير، فده كده للاسف انت مش متامن، وللاسف حاجه ممتلكات عامه او خبطت ممتلكات خاصه فسواء ده او ده هيقيم الحادثه دي وهيبعت لك فاتوره على بيتك ولازم تدفعها. في حاله ان هم خدمه الانقاذ دي نقلوك ليه بالكساحه بتاعتهم ليه اقرب ميكانيكا في حدود 20 كيلومتر زي ما قلت في الدايره بتاعت ال 20 كيلومتر، هتعمل ايه؟ اتكلمت مع الميكانيكي ده قلت انا عملت حادثه قيم لي الاصلاح بتاعها، قال لك هتكلفك مثلا سيركتين اتقطع مثلا يعني، او الجنوط مثلا كسرت ايا كان، فيقول لك مثلا تصليح الجنط ده او تصليح السير ده هيكلفك 500 600 يورو، ما عجبكش السعر تعمل ايه؟ هتسيب العربيه عنده تقول له مع السلامه؟ لا، انت قاعد في مدينه مش تبعك، فكل اللي هتعمله بقى للاسف ان انت هتكلم كساحه على حسابك تنقل لك العربيه بتاعتك للميكانيكي البعيد جدا. طبعا النقله دي انت وانت بتتكلم انت مثلا سايق في نص المانيا هتروح غرب المانيا هتكلفك 700 800 يورو يعني غير التكلفه، فهتضطر انك تعملها عند الراجل ده. او بقى لو انت قاعد في الحته دي ممكن وانت في نفس الوقت اقعد تدور على الميكانيكيه كتير واقعد اسالهم لو عايز، واعمل سيرش سريع وصلحها وانقلها مثلا بداخل المدينه دي، فممكن تعمل حاجه زي كده يعني. لكن في الاخر هي عمليا انت هتضطر تدفع له ال 500 او 600 يورو اللي هو طلبها منك، وان شاء الله ما يبقاش يستغلك. دي كده ال10 خطوات بسيطه جدا عشان توصل ان شاء الله للنتيجه الكويسه وتعمل الاجراءات الصح. ربنا يبعد عنكم كل انواع الحوادث والاعطال المفاجئه على الطرق العاديه وخاصه الطرق السريعه. انا قبل كده الكاوتش بتاعي فرق على الطريق السريع في حته كده مقطوعه جدا واتبهدلت، وكانت بالليل الساعه 11 بالليل، بس الحمد لله كان عندي ستيم وعملت الخطوات دي وكلمت الانقاذ السريع وجم اخدوني على اقرب حته فيها مساحه فاضيه، كانت بنزينه وقتها الساعه 11 او 12 بالليل، وفعلا رفع العربيه وغير لي الجنط وحط لي الجنط الاستبن بس كان 80 اللي هو الجنط الاستبن الرفيع الصغير، ورجعت بيها لغايه بلد اللي انا كنت فيها وغيرتها هناك عند الميكانيكي بتاعي. اي سؤال تاني واي حاجه انتوا عايزين تعرفوها اي حاجه في العربيه او حوادث او اجراءات اكتبوا لنا في التعليقات تحت ونشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.